لأول مرة في التاريخ أمريكا بتهاجم سفينة ناقلة نفط رفع العلم الروسي فوقيها، وبدون اهتمام بأي حد أمريكا عملت إنزال عسكري في المحيط الأطلسي على السفينة دي. وده في نفس التوقيت اللي أمريكا بتقول لإيران لو ما بطلتيش وما عرفتيش تحتوي الموقف اللي عندك أو حصل أي حاجة ضد الإيرانيين اللي واقفين ضد النظام إحنا هنتدخل بشكل رسمي. بس إيه اللي خلى ترامب يعمل كل ده الفترة دي بالذات، رغم إن كانت الفترة الرئاسية الأولى بتاعته مختلفة تماما عن الثانية؟ الملحوظ في الموضوع إن في واحد هو السبب في كل اللي بيحصل ده، وهو اللي واقف جنب ترامب وبيقويه على كل اللي بيعمله، او هو العقل المدبر. فيا ترى مين الشخص ده؟ وهل هو برضه اللي ليه علاقه ما بين اللي بيحصل بين ترامب والصين بسبب تايوان، او مثلا اللي حصل في فنزويلا، او اللي ترامب ناوي يعمله في جرينلاند؟ تعالى معايا وانا اقول لك. من حوالي شهر تقريبا كان في سفينه وهي ناقله نفط. الناقله دي المفروض انها ما عليهاش اي حاجه واسمها بيلا 1. الناقله دي عدت في المحيط الاطلسي ودخلت رغم انه في حمايه دوليه بقالها فتره من امريكا على فنزويلا، وانها فرض عقوبات عليها بسبب الاعمال اللي بتعملها، ما ينفعش اي حد يدخل او يخرج منها بدون موافقه امريكا. بس السفينه دي بشكل ما دخلت وخدت النفط اللي هي عايزاه من غير ما حد يحس بيها، وعملت عمليات مراوغه اول ما غفر السواحل الامريكي حس بيها، وفعلا فضلت تحاول تهرب منه لحد ما هربت منه فعلا ووصلت المحيط الاطلسي، وكده السفينه خلعت بالنفط اللي معاها، والنفط ده كان من فنزويلا. اتفاجئنا اول امبارح انه حصل انزال عسكري من امريكا جوه السفينه دي فضلت مرصوده وهي مفكره نفسها انها خلاص محدش بيبص عليها ولا حد عارف عنها حاجه. بس بالصدفه اتفاجئت السفينه اللي المفروض انها خارجه من فنزويلا بالنفط انه في قلق حواليها. في ساعتها السفينه غيرت اسمها من بيلا 1 لمارينيان، وده محاوله لاخفاء هويتها، وراحت رافعه العلم الروسي على اساس كده انها المفروض تبع لدوله معينه، لانه في قانون بيقول في المياه الاقليميه ان اي سفينه رفع علم دوله معينه يبقى هي تبع للدوله دي. بس بدون اي مقدمات وبدون استئذان من اي حد امريكا ما همهاش حتى العلم اللي مرفوع عليها، وفعلا عملت انزال عسكري على السفينه دي بحجه ان السفينه دي عليها نفط فنزويلي. والمفروض انه بعد اللي حصل في فنزويلا وبعد ما تم اختطاف مادورو من جوه القصر بتاعه، ترامب قال ان كل الفتره اللي جايه هتبقى تحت قياده امريكا لحد ما يشوفوا رئيس، وفي الغالب هتبقى رئيسه المعارضه اللي كانت ضد فنزويلا وتبع لامريكا. وكان كلام ترامب ان هو هيستثمر بمليارات الدولارات جوه النفط الفنزويلي، وطبعا لان فنزويلا غنيه جدا بالنفط. بس اللي حصل ساعتها ان امريكا لما نزلت على السفينه دي قالت ان مش من حق حد ان هو يستخدم النفط الفنزويلي حتى لو من اكتر من شهر، لانه كان في عقوبات مفروضه عليها وكل ده لازم يتم تحت اشراف امريكا. ورغم انها رفع العلم الروسي برضه ما اهتمتش وقالت لروسيا معلش ما يخصنيش الكلام ده، خصوصا ان المفروض ان السفينه دي مش تبع لحاجه معينه. من الاخر كانت سفينه بتخش وتخرج من غير ما حد يحس بيها، من ضمن الحاجات اللي كانت بتتهرب من فنزويلا. وطبعا بعد فنزويلا لقينا ترامب بيتكلم على اللي حصل في ايران والمشاكل الكتير اللي عماله تحصل في ايران كل شويه، واخرهم كان قطع الانترنت بشكل كامل عنها علشان يتم السيطره عليها وعلى اللي بيحصل فيها. فترامب طلع يقول للرئيس الايراني يركز عشان لو ما ركزتش هنتدخل، والرئيس الايراني قال ان الكلام ده حصل عندنا قبل كده من فتره ومش من حق ان حد يتدخل فيه. وفي نفس التوقيت امريكا بتتكلم على تايوان اللي هي اصلا تبع للصين، وقالت برضو انها احتمال تدخل تايوان او يبقى ليها سيطره كامله عليها. بس الصين ردت رد نهائي وقالت لها انسي الكلام ده، تايوان تبع ليا. وطبعا كل الحوار ده كان بعد اللي حصل في جرينلاند لما ترامب قال ان هو الفتره اللي جايه هياخد جرينلاند لحسابه، لان هو اللي ليه الحق الاول كامريكا ان هو يسيطر على جرينلاند. وطبعا كلنا عارفين ان جرينلاند هي اغنى دول العالم بكل المعادن اللي امريكا محتاجاها، زي ما فنزويلا غنيه بالنفط اللي برضو امريكا محتاجاه. بس يا ترى ايه سر التغير الكامل اللي حصل لترامب ما بين الفتره الرئاسيه الاولى بتاعته اللي تقريبا ما كانش حد بيسمع عن امريكا في وقتها، وعلى العكس تماما في الفتره الرئاسيه الثانيه اللي امريكا بدات تفرض سيطرتها على معظم دول العالم وبشكل كانها مش هاممها اي حد، وداخله اي دوله وبتقول لها انا هعمل اللي في دماغي. السر في الموضوع في واحد اسمه ستيفن ميلر، وده راجل عنده 40 سنه، يعتبر بقى من ضمن الزعماء هناك، وهو اللي كان مسؤول عن انه يفرض عقوبات على كل المهاجرين اللي كان ترامب قال عليهم لازم يجمع اسمائهم. بس هو ما اكتفاش بتجميع اسمائهم، لكن هاجمهم في اماكن عملهم وقرر ان هو يجمعهم كلهم. ومن ساعتها بدا الشعب هناك يقلب عليه لانه حس ان هو السبب في كل اللي بيحصل في امريكا، وخصوصا بعد العلاقه اللي بدات تربطه بترامب بشكل قوي، لدرجه ان هو عين تحتيه اكتر من 40 موظف مسؤولين وتحت خدمته في اي وقت، وكل القرارات اللي ترامب بياخدها بيرجع له فيها، وبالذات الشؤون الخارجيه اللي بتحصل بره امريكا في الفتره دي. نيويورك تايمز كتبت عن ستيفن ميلر وقالت ان هو كمستشار لترامب بدا كلامه وقال انه العالم سيحكم بالقوه، وبعد اللي احنا شايفينه من امريكا في العالم كله ده بياكد قد ايه ان امريكا عايزه تحمي نفسها بكل الوسائل الممكنه من النفط والمعادن المهمه، وانها مش هاممها اي حد من الدول دي، رغم ان الدول دي برضو قادره تقف قدام امريكا، بس لحد اللحظه دي محدش وقف غير بالكلام. بس تفتكر هنا انه فعلا امريكا قادره انها تعمل كل اللي بتعمله الفتره دي، ولا في دوله من الدول هتقدر تقف قصادها وتقول لها اقفي عندك وكفايه كده اي حاجه بتعمليها في العالم؟ وخصوصا ان اللي بيحصل اليومين دول بيحصل في دول كبيره مش دول صغيره، فتفتكر الكلام ده لو حصل في دول صغيره
ايه اللي هيحصل معاها؟ هل ترامب وامريكا حاليا مستقويين بالتكنولوجيا زياده عن بقيه الدول، ولا كل حاجه زي ما هي؟ انا عادل مجدي، شير كتير جدا من الفيديو ده وخلينا نتابع الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل بالظبط، ومستني رايك. هل انت شايف انه امريكا تقدر تعمل كده واكتر، ولا في حد هيقف قصادها؟